فاكرين الفنان الكبير السفار رستي لما كان كميته الشهيرة لما كان بيقول موتنا في المفاجآت. هو نفس اللي قاله ستيفان روستي عمله محمد رمضان قبل ما يروح يحيي الحفلة في أمريكا. قال أنا هعمل لكم مفاجأة هخلي العالم كله يتكلم عليها. طبعا كلنا قعدنا نستنى المفاجأة دي، محمد رمضان هيعمل ايه ويفاجئ مصر والعالم. بصينا لقينا الأستاذ محمد رمضان أو الفنان الكبير محمد رمضان طالع يغني ببدلة رقص. بصراحة أنا ما لقيتش مفاجأة أحسن من كده. وافتكرت على طول الفنان ستيفان روستي لما قال أموت تاني في المفاجآت. فعلا متنا احنا من مفاجأة محمد رمضان. بالذمة محمد رمضان، يعني انت رايح تشرف مصر رايح تغني ببدلة رقص؟ يا راجل اختشى لا دمك عيب. ده كلام. فانا من هنا بناشد لازم محمد رمضان يتعالج، لان اكيد في عنده مرض، لا اما العظمه لا اما مرض الله اعلم. بس لازم يتعالج. ليه بقى نلحقه؟ لان النهارده غنى ببدله رقص، بعد كده هيغني بجيبه. لا ما هو غنى بجيبه قبل كده. او بعد كده هيغني بوكسر. لا ما هو غنى بوكسر. هيغني ملط. طب ما هو غنى ملط. فانا مش عارف بصراحه يعني هيغني بايه ولا بايه وإيه. فأرجو من محمد رمضان إن هو يلحق ويعالج نفسه عند دكتور نفساني، وبطل مفاجآتك يا محمد يا رمضان، عشان السفر رستم ما يتريقش علينا ويقول أموت أنا في المفاجآت.